السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم عندي لكم آخر المستجدات في قضية جريمة قتل مارتيل، وكذلك تصحيح بعض المغالطات اللي كيتم التداول ديالها في هذا الملف. كلشي كيتسائل كيفاش هاد المرأة صفتها لراجلها منذ أزيد من 12 سنة تحت مساق الأخبار تم الدفن ديالو، ولكن القضية كتعاود تظهر من جديد وكيتم الاعتقال ديالها. القصة وما فيها أن الشقيق ديالها، الشقيق ديال الزوجة القاتلة، تقدم بشكاية للمصالح الأمنية مؤخرا بمدينة القنيطرة، كيتهم فيها الأخت ديالو راضية اللي كتقطن بمدينة مرتيل أنها قتلت الزوج ديالها قبل 12 سنة، وكيأكد أنه كان على علم بهذه الجريمة طيلة هاد السنوات، وكان كيعاني من تأنيب الضمير، الشيء اللي خلاه يعترف ويريح الضمير ديالو. اذا فكما كتلاحظوا اللي فجر هذه القضيه هو شقيق القتيله وليس طليق ابنتها المتوفاه كما ذكرت بعض الصحف الاعلاميه. وبذلك باشرت المصالح الامنيه بفتح تحقيق حول صحه الاقوال اللي صرح بها الاخ ديالها، وبعد البحث والتحريات تم العثور على البقايا ديال جثه الهالك في كراج المنزل، وتم الاعتقال المشتبه فيها الرئيسيه، وما زال البحث جاري على الأخ ديالها أو مع الأخ ديالها أعتذر، للكشف على العلاقة ديالو بهذه الجريمة وكيفاش تستر عليها طول هذه المدة وطيلة هذه السنوات. وما زال لحد الآن الأسباب والدوافع ديال وقوع هذه الجريمة مجهولة، وكيتم التحقيق في سرية تامة. واخر نقطه اللي ما خصناش نساوها هو الابن الاكبر ديال المراه المعتقله اللي حتى هو مختفي قبل عده سنوات بعدما وقع خصام بينه وبين الام ديالو حسب الاقوال ديال بعض الجيران، ومن تما ما عاودش بان. وملي كيسولوها عليه كتقول لهم راه كاين في الجزائر، وكاينه اخبار كتروج ولحدود الساعه فهي غير رسميه وغير مؤكده بان الابن حتى هو صفاوها ليه، وكيزيدوا يعزوا الاقوال ديالهم بالاختفال ديالو طيله هذه الفتره.